ويسعدني إن يكون معايا الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة آمال عثمان، عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان. طبعا بقول لحضرتك مليون مبروك الله على يبارك فيك. الدورة الأولى. ربنا يخليك، ودي حاجة مشرفة جدا لمصر. والحقيقة أنا شايفة إن المجهود اللي اتعمل فيه من السادة طبعا، اللجنة الاستشارية كلها، رئيس المهرجان الدكتور أحمد أبو زهرة، يعني ابن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، جميل. وبناته الجمال الفنانات طبعا اللي بيشرفونا في العالم كله. صحيح، واللي شيء أحيوا حفل افتتاح المتحف المصري بالظبط الكبير الحقيقة بالظبط. أبهروا كل العالم. حقيقي، وقبلها كانوا موجودين في المتحف المصري. صحيح، كان عندهم برضو كان حفلة. عندهم حفلة. أيوة. هم دايما مشرفينا، أيوة. وسعيدة جدا جدا ان مصر تفكر بهذا الفكر المستنير، ان احنا عندنا اجمل اثار في العالم كله، اثار مش موجوده في اي حته. لكن احنا لازم مش بس يبقى استثمارها في زيارات، الناس بتيجي تتفرج على اثارنا وتاريخنا، شيء جميل. لكن كمان ازاي ان احنا نستثمر هذه الاثار بطريقه تجمع ما بين الفن الراقي وما بين الآثار والتاريخ. يعني تخيل العالم كله لما يشوف الحضارة اللي هي آلاف السنين مع الفن الحديث اللي بيخاطب كل وجدان العالم. فده شيء جميل. المسجد ده كمان في حد ذاته هايل رسالة طبعا. قوية للعالم إن مصر المعاصرة قادرة إن هي تعمل حضارة جديدة، مش كده؟ هي مصر القديمة هي اللي قادرة صحيح. تواكب العصر أيوة. الحديث. أيوة. فأنا شايفة إحنا اتعملت تجارب قبل كده، بس الحقيقة أنا شايفة إن دي أعظم تجربة اتعملت في الآثار. اتعمل قبل كده أوبرا عايدة في الأقصر، اتعمل أوبرا عايدة في الهرم مرتين، بس الحقيقة كلها حاجات كانت بتبقى عمل واحد. لكن أنا النهاردة مفيش بقدم استمرارية. للعالم أولا في استمرارية إن شاء الله يبقى كل سنة. الحاجة التانية إن أنا بقدم من خلال حفلات عديدة. يعني النهاردة 24 لغاية يوم 30 عندنا أكتر من شكل وأكتر من حفلة، حتى بتمزج ما بين الفنانين المصريين والفن المصري. عندنا عمار الشريعي هيبقى إن شاء الله الحفلة بتاعت بكرة. وبعدين مين اللي هيعزف بقى مقطوعاته؟ الأوركسترا البريطاني. حاجة يعني حاجة كبيرة، عظمة طبعا. عظمة. وتوزيع طبعا مختلف. عندنا هشام نزيه، عندنا كان المفروض ربنا يقوم بالسلامة عمر خيرت، عندنا عمار الشريعي العظيم، عندنا احنا الحقيقة. يعني أنا بقول إن فكرة المزج ما بين الفن الغربي لما تفتح النهاردة بأعظم عازف بيانو في العالم موجود. العالم خلى 80 مليون واحد على مستوى العالم كله يهتم بهذا، بيشوفوه في العالم كله. لما يبقى عندي ديماش الصوت اللي بيعمل أصوات متعددة وعنده قوة في الصوت مش موجودة عند حد متفرد، وبيغني لنا كمان أغاني بتاعت فريدي ميركوري. يعني كل الحاجات دي كلها مع المصريين المشاهير بره اللي احنا ما سمعناهمش هنا، مع مشاهير من سوريا ومن لبنان برضو اللي هم مطربين اثبتوا نفسهم في العالم كله. فالحقيقه انا شايفه ان البروجرام اللي معمول بروجرام فريد جدا. الافكار اللي اتعملت هنا حاجه متفرده. فكره ان انا اقيم مهرجان بهذا الشكل في الوقت التوقيت ده اللي قرب يا دوبك المتحف المصري بقاله حاجه بسيطه، بقول للعالم انا فتحت، وكمان عندي قوة ومقدرة أني أنا أقدم للعالم من خلال هذا الموقع الفريد أعمال فنية عظيمة. صحيح. وبحيي حضرتك برضو كل اللجنة الاستشارية العليا والقائمين على المهرجان، لأنه في بعض الفعاليات هتقام في الأوبرا المصرية الجديدة في العاصمة الإدارية طبعا الجديدة. ده صحيح. هو هيكون في ديسمبر، ودي هتكون باليه، مش هتكون موسيقى، هتكون حفلتين معمولين في الأوبرا في العاصمة الجديدة الإدارية الجديدة. طبعا ده كمان تنوع جميل. يعني أنا بقدم للعالم المكان المتحف العظيم، بقدم للعالم الأوبرا الجديدة بكل ما هي تملك من قوة ومن جمال ومن إبهار. فبقدم ده وبقدم ده. مظبوط. طبعا مجهود يعني تشكري عليه حضرتك. أنا الحقيقة مش مجهودي، أنا جزء صغير قوي 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 من المهرجان، بس حلقة مهمة في المهرجان. لا، في ناس عملت مجهود عظيم وبقالها شهور. والحقيقة المجهود العظيم كان جدا جدا اللي اتعمل من الدكتور أحمد أبو زهرة، اللي لازم الحقيقة أوجه له كل الشكر. أكيد. وطني مصري، وطني
عاش بره وكان نجم بره هو وبناته من نجوم الموسيقى في العالم، ومع ذلك ما نسيش بلده. صحيح. مع ذلك جه هنا يقول للناس كلها تعالوا شوفوا بقى مصر. أكيد. يعني نجم زي لانج لانج ده عشان يوافق يجي ده عايز انت يعني تحجزه بسنين. أيوة. لكن لما عرف انه قدام الهرم لغى ما حاجاته، ترددش على طول، بالعكس جه على طول. جه على طول واختار صحيح. المكان وعمل رساله جميله لمصر وبيحيي مصر وبيحيي الاهرامات. كل ده جميل. شيء رائع الحقيقه. أكيد طبعا. أنا بشكر حضرتك يا فندم، ودايما متألقة ومزيد من الأعمال الفنية الجميلة. ربنا يخليك، شكراً. بشكرك جدا جدا.